طيب يا عم الشيخ، تقدرش بسرعة كده ربنا يبارك لك توصف لنا دواء لهذا الداء؟ بسرعة، لأنه مسألة في منتهى الأهمية. دواء لهذا الداء، لداء الرياء. أول جرع الدواء، أول معلقة تاخدها، أن تتبرأ من حولك وطولك، وأن تنكسر بين يدي الله جل جلاله، وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. والله العظيم، والله ما جلست هنا ولا حفظت آية ولا حفظت حديثا ولا نطق لساني إلا بفضله وتوفيقه ومدده وعطائه، أنا ولا شيء. دي الأنف حطها تحت الجزمة، سامحني، دي لابد أن تضع تحت النعل وتتبرأ من حولك وطولك ومددك وقوتك. أنا ولا شيء، ولا شيء، والله أقسم بالله لا شيء، ولا نملك من الأمر أي شيء. يبقى تتذلل كده وتكسر قلبك وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء الأكبر. الأكبر، اتق الله يا شيخ محمد، الأكبر. أيوة، الجأ إلى الله أن يجنبك الرياء الأكبر، النفاق الأكبر. أنا ممكن أقع في النفاق الأكبر، أيوة يا سيدي، أيوة. لقد ذهب عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب إلى حذيفة بن اليمان، إلى أمين السر النبوي. النبي أطلع حذيفة على أسماء المنافقين، فعمر رايح لحذيفة يقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ لا، وأعظم من عمر خليل الله إبراهيم. بتقول مين؟ الخليل، قدوة النبي، أسوة نبينا إبراهيم. خاف من الشرك الأكبر؟ والله ما تقرأ مع القرآن. شوف رب العزة ويقول إيه حكاية عن إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، والله الآية دي أقسم بالله بتزلزل قلبي، والله بتزلزل القلب. إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيدنا سيد المرسلين، بيقول لرب العزة: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب نجيني واحفظني أنا وأولادي ما نعبدش الأصنام، ما نوقعش في الشرك الأكبر. أنا مش تخين يا أخي ولا كبير، ومعلش سامحني ولا حضرتك، والله ما في حد فينا تخين ولا كبير. فأنا عاوزك تنكسر بين يدي الله. يا أخي كل الطرق إلى الله مليئة. لو سلكت طريق التوحيد ما شاء الله ستجد الطريق مليئا بالموحدين، لو سلكت طريق الصلاة ستجد الطريق مليئا بالمصلين، لو سلكت طريق الزكاة والصيام، الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل. أما طريق الانكسار فقل من يسلكه، وهو أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار. الله غني عنا، غني عن طاعتنا وعن عبادتنا. الله يريد منا الانكسارة والعبودية له جل جلاله. هو سيدنا النبي ما الذي كرمه، ما الذي شرفه؟ أنه العبد الذي حقق أعلى مقامات العبودية لربه جل جلاله. يا خبر، في مقام الإسراء عبد، وفي مقام الدعوة عبد، وفي مقام التحدي عبد، وربنا أثنى عليه بالصفة دي: سبحان الذي أسرى بعبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عبودية. انكسر يا أخي، استسلم، ذل نفسك لله، والذل لله عز. الله، الذل لله عزة وكرامة. الوقت عمال يجري. الذل لله عزة وكرامة. كل ما تذل نفسك لله كل ما رب العزة يرفعك ويكرمك ويعلي قدرك ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة، والله يعلم الصادق من الكاذب. يبقى أول شيء، أول زرع الدواء للرياء: يا رب ارزقنا الإخلاص، يا رب جنبنا الرياء، يا رب طهرني من الرياء الأكبر والرياء الأصغر، نفاق الأكبر. تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، 2: أن تكون على بصورة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. المرائي في الآخرة ملوش حاجة، خلاص، وأنا ذكرت الحديث، ملوش أي حاجة، سواء كان عالما أو قارئا للقرآن أو شهيدا أو ملوش أي شيء. الله جل وعلا يقول:
كما في رواية محمود بن لبيد التي خرجتها آنفة، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم اليوم جزاء؟ اذهب بقى إلى من كنت ترائي. هقول لحضرتك عبارة عالية أوي يا ريت حضرتك تحفظها. قلب من ترائي بيد من عصيت. يا خبر أبيض، دي كلمة شديدة أوي. تاني يا عم الشيخ بس عشان نستوعب المسألة دي. بقول لحضرتك قلب من ترائي بيد من عصيت. يا الله، أنت ترائي فلانا وعصيت بهذا الرياء ربك. قلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك. الله جل وعلا قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك. لا، وخلي بال حضرتك، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. قاعدة. لا، تاني بتقول لي ايه؟ بقول المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني ايه؟ يعني من أرضى الناس، خلي بالك والله ما حد هينفعك، اقسم بالله والله ما حد هينفعك. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلا بد من أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء. والراجل المرائي مسكين، ربنا يجنبنا وياكم الرياء، مشتت عايش في هم ونكد، لأنه عاوز يرائي بعمل فلانا ويرائي بابتسامته فلانا ويرائي بقوله فلان، مشتت ممزق، ما يقدرش يرضي كل الخلق. يا إخوانا، إرضاء الخلق غاية لن تدرك أبدا. انت تعب نفسك ليه؟ ما تبتغي بعملك وقولك وجه الله وسيب الخلق. دع الخلق للخالق تبارك وتعالى، مالكش دخل بالخلق، مالكش. يا أخي سبحانه، أي خير لك في مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم، وأي شر لك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود. أي خير لك في ذم الناس أو في مدح الناس وأنت عند الله مذموم، وأي شر عليك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود. ما تعلقش الخلق، مش الناس عمرها ما هترضى عنك. انت تعب نفسك ليه؟ والله العظيم ما هتقدر ترضي الناس، مستحيل. يا أخي لو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس المصطفى. الناس ما رضتش عن رسول الله، لم يرضى كل الخلق عن رسول الله. منهم من سب المصطفى ومنهم من آذاه، ولا زال سبهم إلى هذا اليوم للمصطفى لا زال موجودا على الشاشات والفضائيات والمجلات والجرائد، وقالوا فيه كلاما يعف اللسان عن ذكره صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله ولو رضي الخلق عن أحد لرضي الخلق عن الواحد الأحد. يا أخي الناس لم ترضى عن رب العزة. والله ما تنسى الكلام ده عشان ما تتعبش نفسك وتعلق قلبك بالله وحده. بالله وحده. لم يرضى الخلق عن رب الخلق. لا، شتموا ربهم وكذبوا ربهم ونسبوا له الولد ونسبوا له الزوجة واتهموه بالبخل واتهموه بالفقر. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ ما تشغلش بالك يا راجل، ما تشغلش بالك ولا تتعب نفسك إطلاقا. علق قلبك بالله وحده، فالمرائي مشتت. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ثم الإخفاء. الإخفاء كل عمل شرع لك الدين أن تخفيه افعل، لكن في أعمال ما تقدرش تخفيها بالشرع زي الدعوة. ما أقدرش الآن أدعو أحبابي عبر هذه الفضية وأنا مخفي، يعني ما ينفعش تخفي الصلاة، ما ينفعش تخفي الحج، لكن ينفع تخفي قيامك بالليل، ينفع تخفي تذللك وتضرعك، ينفع تخفي الصدقة. أي عمل تستطيع أن تخفيه افعل. ليه؟ لتدرب قلبك على الإخلاص بعمل الإخفاء، حتى إذا ما عملت هذا العمل في العلانية
وجدت قلبك بفضل الله مدربا على الإخلاص. يبقى ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما دل الشرع على جواز إخفائه، وإلا فلا يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجماعة، أو أن تخفي الحج لبيت الله، أو أن تخفي الدعوة لإخوانك وأخواتك. فكل ما استطعت أن تخفيه افعل لتدرب القلب بهذا العمل في الخفاء على الإخلاص وأنت في العلانية. طيب، هؤلاء هم أول من يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة. فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ وماذا يسأل بعد؟ وماذا إذا فرغ الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا؟ ما الذي يحدث؟ يأذن لدواوين المظالم وآداء الحقوق أن تنصب، فعند الله تجتمع الخصوم، ولا بد من آداء الحقوق، ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.